السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي عالم الطيور. معكم أم عائشة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا جماعة في التعليقات وتابعوا معايا الفيديو للآخر. النهاردة إن شاء الله هننضف للفراخ مع بعض. شايفين اللهم بارك، ده عمر الفراخ كده 17 يوم. هشيل الفرشة دي كلها، هشيل كل ده الفرشة دي كلها، وهنطهر لهم وهنعقم وهنوسع لهم المكان. شايفين اللهم بارك اهو. هننضف لهم كل ده، هنشيله وهنحط الفرشة من الأول وهنعقم لهم. خلوكم معايا علشان تعرفوا انا هعمل لهم ايه. السلام عليكم، رجعت لكم تاني. انا شلت بقى يا جماعه كل الحاجات اللي كانت عندهم، العلافات والسقايات والطوب. شايفين اللهم بارك اهو. وشلت الشكاير دي اللي انا حاطاها المشمع ده الاخضر ده اللي هو بيتفرش للارانب. عارفين هو مشمع تخين كده، بصوا اوريه لكم. شايفين سمكه قد ايه؟ بيحافظ على الارضيه بتاعه السطح. تمام، شايفين اللهم بارك. خليكم معايا بقى، هنشيل كل التبن ده والفرشه دي، وهقول لكم هنعقم الفرشه ازاي تحتهم، وهننفض الشكاير دي وهنفرشها ان شاء الله. وكملوا معايا الفيديو للاخر. رجعت لكم تاني بعد ما لميت بقى الفرشه اللي تحتهم. بصوا يا جماعه، ونصيحه مني اللي يربي طيور او فراخ، النظافه تعتبر هي العامل الاساسي في اي دوره ناجحه. تمام، فانتوا مش هتجيبوا الفراخ ولا البط وتحطوهم كده وخلاص، لا ما ينفعش. لا، لازم نهتم بالحاجه اللي قدامنا عشان ان شاء الله ناخد دوره كويسه ونتفادى جميع الامراض. تمام، فما شاء الله اللهم بارك. شايفين مفيش حاجه لازقه. شايفين ما شاء الله المشمع نضيف اهو، يعتبر نضيف اهو. ليه؟ لان انا بنضف لهم باستمرار، مفيش حاجه تبقى لازقه في الارضيه. النظافه يا جماعه سر نجاح اي دوره، ويديكي فرخ كويس وما شاء الله تاخدي اوزان عاليه. شايفين ما شاء الله. على فكره هما بانوا اديت من البربره بانوا. شايفين ان شاء الله ده دي. شايفين العرف بتاعه ده ما شاء الله اللهم بارك. مسك لكم واحده تانية اوريكم دي بربره. شايفين العرف بتاعها صغير، اللي هو العرف اللي هو نهون، اللي هو الحته الفوق اللي هي الملونه دي. تمام، اللي في دماغهم من فوق ده اسمه العرف بتاعه. بنعرف الديك من البربره ازاي؟ الديك بيبقى لون العرف بتاعه ده بيبقى احمر، والبربره بيبقى يعتبر ملهاش عرف تقريبا، يعني في دماغها كده. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. تابعوا معايا الفيديو للاخر. هنحط لهم برضو النهارده هنحط لهم حاجه كده في الميه، سقوه كده ان شاء الله حلوه، هتنضف معدتهم، ومكون بسيط خالص ان شاء الله يعني، ومتوفر باذن الله. هو من الصيدليه البشري، غطا واحد بس على لتر الميه. فخليكم معايا، هنضف لهم وافرش لهم الفرشه الجديده، كملوا الفيديو معايا للاخر نشوف هنحط لهم ايه. السلام عليكم، رجعت لكم تاني اهو. شلت بقى الفرشه يا جماعه اللي بنقصد بها دايما النشاره او التبن. تمام، هنحط لهم بقى المطهر ده اهو، المعقم ده هيعقم لهم الارضيه. شايفين ما شاء الله، بيمنع اي حشرات. شايفين المكان نضيف ازاي؟ لان طبعا بننضف لهم باستمرار. ده الجير المطفي، بنرش بقى لهم كده طبقه بس خفيفه. شايفين ما شاء الله، ده مطهر يا جماعه ومعقم للفرشه ما شاء الله. ولو نقروا فيه عادي على فكره، ده حلو جدا، ده فيه كالسيوم. شايفين ما شاء الله، عادي لو نقروا فيه ما تخافوش ما شاء الله. نفرش بس طبقه خفيفه كده. شايفين ما شاء الله. بس دي بس معقمه كده، ايه معقم حلو للفرش ما شاء الله. شايفين بيمنع يا جماعه. شايفين ما شاء الله، ما فيش اي حشرات في المكان ولا في اي حاجه اللهم بارك. لان انا زي ما قلت لكم
النظافة هي اساس التربية واساس اي دورة ناجحة. لازم نهتم بحاجتنا يا جماعة، لان العلف غالي زي ما انتوا عارفين، والمجهود برضو اللي بنبذله عند الطيور مش سهل. تمام، فاحنا لازم نستعمل حاجة عشان حرام الفلوس اللي ندفعها فيها يعني. تمام، خليكم معايا بقى نكمل لهم الفرشة ونحط لهم السقوة اللي قلت لكم عليها. السلام عليكم، رجعت لكم تاني. شايفين انا فرشت بقى الشكاير دي اللي هي بتبقى بتاعه العلف اللي بيجي فيها العلف. انا بفرشها على المشمع دي يا جماعه علشان الزرق ما يلزقش في المشمع ويبوظه، عشان احافظ على المشمع يعيش معايا فتره اطول. تمام، فانا بحط لهم الشكاير دي، وبرده حطيت عليها طبقه جير. يعني انا حطيت طبقه جير هنا على المشمع، طبقه خفيفه، وهنا طبقه خفيفه على الايه، على الشكاير اللي هي بتاعه العلف دي. شايفين المكان ما شاء الله المكان نضيف ازاي. خليكم معايا بقى، هنحط لهم اللي هو التبن. خليكم معايا ثانيه، هحط لهم بقى التبن. شايفين ما شاء الله اللي هو ده. هنحط برضو احنا في الصيف، يعني احنا محتاجين بس طبقه خفيفه. شايفين ما شاء الله. وأهمية الفرشة يا جماعة، احنا يعني ما ينفعش نسيبهم كده منهم للأرضية كده. الفرشة دي اللي هي التبنة أو النشارة بيمتص الزرق بتاعها. شايفين ما شاء الله، بس طبقة خفيفة كده. أنا طبعا وسعت لهم المكان اهو ما شاء الله. كل 3 أيام ولا كل 4 أيام، كل ما أحس إن هما محتاجين أزود لهم المكان، يعني أوسع لهم، بوسع لهم. شايفين. بالنسبه برضو لللمبات اللي شغاله دي، هي لمبه واحده بس اللي انا بشغلها، بس انا ايده التانية بس عشان التصوير والاضاءه وكده. فالحر ده مش محتاج اصلا تدفيه، انا مشغلاها مش للتدفيه، ده ان هما بس يشوفوا. شايفين ما شاء الله. هما كده بصراحه كانهم يعني هما جعانين. شايفين بينقروا في الفرشه ازاي. شايفين الفرشه ده اللي هو بنقول عليه ابو رقبان، احنا بنقول عليه كده. شوفوا بقى انتوا عندكم بتقولوا عليه ايه، اللي هو الكتكوت او الفرخه اللي ملهاش ريش في رقبتها، بتقولوا عليه ايه عندكم؟ قولوا لي بقى في التعليقات. بالنسبه يا جماعه الناس كانوا كاتبين لي وكده ان الفراخ مش حلوه وكده عشان نظام الطيبات وكده. في ناس كتير متبعه يعني النظام ده، فكل واحد يا جماعه وحريته. يعني انتوا شايفين ان الفراخ وكده غلط ومضره، بس انا بصراحه الفراخ انا ما بشتريهاش من بره، ده رايي الشخصي يعني، مش بفرضه على حد. انا بربي الفراخ عندي في البيت وعارفه نظافتها. انتوا شايفين معايا انا بنضف لهم ازاي وباكلهم ايه، وما شاء الله الميه بحط لهم ايه، كلها حاجات طبيعيه، مفيش هرمونات ولا حاجه، ومفيش يعني حاجه مضره بحطها لهم. فانا واثقه في الفراخ بتاعتي اللي انا بربيها. تمام، ما بشتريش اي حاجه من بره. فشايفين ما شاء الله اللهم بارك. دي فراخي وانا بربي بقالي كام سنه. فبصراحه مش متخيله ان انا يعني ان انا ابطل تربيه، مش متخيله كده. فاهمين. انا بحب الفراخ، بحب الطيور، بحب اربي الطيور، بحب اكل انا واسرتي اكل من ايديا، يعني حاجه من ايديا انا اللي مربياه. تمام. فبالنسبه يا جماعه يعني للجماعه اللي هم اللي متبعين نظام الطيبات، دي كل حاجه كل واحد يعني حريته، دي حريه شخصيه. انا شايفه ده رايي الشخصي، مش بفرضه على حاجه. تمام. ما شاء الله اللهم بارك. هنعرفهم بقى مع بعض. انا والله هو الجو حر، يعني شايفين هما فاتحين بقهم ومفرهدين ومتبهدلين قوي. انا هحط لهم ميه بس، وهحط لهم ميه بس دلوقتي. لا العلف هستنى شويه هستنى شويه يعني اما الجو يطر شويه. شايفين يعني هما لما يبقوا جعانين قدامي احسن ما اعلفهم ويتبهدلوا مني بعد كده. شايفين. لا انا هستنى عليهم مع انهم جعانين والاكل موجود، بس انا مش هينفع اعلفهم دلوقتي، الجو حر قوي. هما ينقروا بقى في الفرشه براحتهم عادي، ينقروا في الجير ده حلو، ده كالسيوم طبيعي. تمام.
شايفين ما شاء الله. انا قلت لكم ان الفراخ دي البلدي الهجين العالي. في ناس كانت طالبه مني في التعليقات ان انا اعمل لهم سلسله يعني عن تربيه الفراخ دي. تمام. ما شاء الله اللهم بارك. الفراخ دي جميله يا جماعه، شايفين رجلها بتبقى تخينه ما شاء الله. بتبقى بتشيل وزن عن البلد الحر او البلد المشعر. دي اسمها بلدي هجين عالي، بتبقى كلها لون واحد زي ما انتم شايفين كده، ومقربه يعني للون، لونها احمر كده. بتبقى فراخ حمرا كلها، لما بتكبر كده بتلاقيها مقربه اللون يعني، بتبقى حمرا كده، وفي بعضها بيبقى فيه ريشه سمرا ما شاء الله اللهم بارك. لو بتستفادوا من الفيديوهات بتاعتي يا جماعه اعملوا لي لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد، وان شاء الله القناه تكبر بيكم. انا بفرح جدا والله من تشجيعكم ليا وتعليقاتكم الحلوه. ربنا يكبر خاطركم يا رب ويسعدكم زي ما انتم بتسعدوني بتعليقاتكم ولايكاتكم. تابعوني بقى يا جماعه ان شاء الله تشوفوا معايا في القناه كل جديد. ده كان الفيديو بتاعنا. لا انا لسه هحط لهم الميه بس، واحط لهم المكون اللي انا قلت لكم عليه، ويبقى كده الفيديو بتاعنا خلص. كملوا بس الفيديو للاخر. السلام عليكم. رجعت لكم تاني. ده يا جماعه المكون اللي انا قلت لكم عليه هحطه على السقايه هنا. تمام. ده الامريزول، ده بيجي من الصيدليه البشري. تمام. هحط غطيان من ده على السقايه دي اللي هي الكبيره دي. ده يا جماعه مطهر معوي. مطهر معوي بينضف معده الفرخ، وبيقضي على الطفيليات اللي في معدتهم وفي مصارينهم. وما شاء الله بيخليهم كده ياكلوا وحجمهم يزيد ووزنهم يزيد ونسبة التحويل بتاعتهم تعلى. تمام. هو ده يا جماعة المكون اللي انا قلت لكم عليه. البديل بتاعه اللي هو الفلاجيل، يعني الامريزول والفلاجيل دول زي بعض. تمام. ده يعني اكيد عندكم منه، لان ده بيبقى بيتاخد للاطفال وللكبار برضه. تمام. فده يا جماعه كده هنحط غطيين هنا على السقايه. تمام. خليكم معايا. الفراخ والله صعبانه عليا قوي، جعانين، بس انا ما اقدرش احط لهم، يعني مش قادره احط لهم خالص. شايفين ما شاء الله بقلمه كده. نحط لهم ده غطا، نحط لهم كمان واحد غطا كمان اهو كده، غطيين على السقايه اللي هي الكبيره دي. مش قادره اكلهم يا جماعه بصراحه، والله الجو حر قوي، خايفه عليهم. انتوا بتجوعوا الفراخ زي كده ولا لا؟ انتوا بتجوعوا الفراخ كده قولوا لي برده في التعليقات. شايفين الفراخ دي الهندي اللي انا كنت صورتها معاكم، واللي هناك دي السمان اللي هو عمر دلوقتي انا جايباه بقالي 4 ايام، جايباه عمري 10 ايام، يعني هو كده بقاله اسبوعين. مش بقاله اسبوعين عندي، لا بقاله عندي 4 ايام، وانا جايباه عمره 10 ايام، يبقى كده عمره اسبوعين. بعمل لكم عنه فيديوهات برضو، بتدخلوا على القناه كده وشوفوها. ربنا يسعدكم ويرضي خواطركم. انتوا بتفرحوني بتعليقاتكم والله جدا، ولايكاتكم ومتابعتكم ليا. بشكركم جدا. وكان معكم ام عائشه من قناه عالم الطيور. انزلوا بقى يا جماعه اكتبوا لي كومنت حلو ولايك حلو للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.